انا مش عارفه مصعباها على نفسك ليه، مع انها سهله جدا، والنتيجه صوت القرمشه اللي انت سامعاه ده من اكتر الاوردرات اللي بتنطلب مني، وهي الفراخ البروستد او الكنتاكي. هخليكي تعمليها النهارده بنفس طريقتي، جميله جدا والنتيجه زي ما انت شايفه كده. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا. انا استخدمت النهارده اجنحه الفراخ، جبتها وغسلتها كويس جدا، وشلت الضفر اللي بقى في اخر الجناح ده، ملوش اي لازمه، بل بالعكس بسبب زفاره، وقطعتها من عند المفصل بالشكل ده. ونقعتها في محلول نقع الطيور، ميه وملح ودقيق وشرايح ليمون وكمان عصير ليمون وشرايح جنزبيل، وسبتها منقوعه لمده ساعتين اتنين، وبعدين شطفتها كويس جدا لحد ما بقت معايا بالشكل ده. نيجي بقى للتتبيله بتاعتنا. نص معلقه كبيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من الثوم البودره، معلقه صغيره من البصل البودره، ومعلقه كبيره كده مليانه تكون هرميه من البابريكا، ومعلقه كبيره برضو مليانه من بهارات الفراخ او مرقه دجاج البودر. او البهارات بتاعتنا دي عباره عن كاري على كركم على جنزبيل، شويه بهارات كده مشكله احنا عملناها. بنزل بيها برضو زي ما قلت لك، ممكن تستغني عنها بمرقة دجاج بودر او بهارات الفراخ. وكل كيلو من الأجنحة بتاعتي كوباية من المية الساقعة المتلجة. التتبيلة دي على فكرة تنفع للدبابيس، وكمان تنفع لأجنحة الفراخ، وتنفع للفرخة الكاملة، وكمان تنفع لصدور الفراخ لو انت حابة تعملها زنجر أو ستريبس. التتبيلة دي ما شاء الله تنفع معاكي في أي مشتقات الفراخ البروست. هنزل بقى بالأجنحة بتاعتي وهسيبها جوه التتبيلة دي كده حوالي 3 ساعات، ويفضل طبعا انك تسيبيها ليلة كاملة، بس انا سبتها 3 ساعات وكانت جميلة جدا. في التوقيت ده كنت بجهز بقى البريدنج بتاعنا او التوبنج بتاعنا. احلى كفر ممكن تعملي الفراخ البروستد ثابت ومقرمش وبجد تحفة. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، نزلت عليهم بنص كوباية من النشا، نفس البهارات اللي نزلنا بيها في التتبيلة هنزل بيها على الدقيق، مع إضافة نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنزل بالأجنحة بتاعتي بالشكل ده كده، وهقلبها 15 تقليبة. مش باضغط خالص، انا بقلب كده، عدي وانت بتقلبي 15 تقليبه بالظبط. وبعد كده هشيلهم وهنزل بيهم في التتبيله تاني زي ما انت شايفه كده. حابه تجيبي ميه غير التتبيله دي تمام، بس التتبيله دي جميله قوي طبعا، متتبله ومتبهره، فهتدينا نتيجه حلوه. وهرجع بيها تاني في الدقيق، وبرضه هفضل كده اقلبها، عدي كده 15 تقليبه عشان تديكي التعريجات اللي انت شايفاها دي كده. هترفعي بقى حلة على النار فيها زيت غزير ويكون سخن، وهنزل بالأجنحة بتاعتي في الأول كده درجة حرارة عالية، وبعد كده هدي النار وهسيبها من 8 ل 9 دقايق. وطبعا هغطي الحلة بتاعتي، وأنا الزيت بتاعي كان بارد شوية، يعني محتاج الزيت يكون سخن عن كده شوية. وتنزلي بالأجنحة بتاعتك وهتغطي عليها، ما تقلقيش خالص، غطي بس وملكيش دعوة. وهتسيبيها كده حوالي دقيقتين 3 على نار عالية، وبعد كده هتهدي النار وتسيبيها بقى من 8 ل 9 دقايق لحد ما تستوي معاكي. هتاخد من 8 ل 9 دقايق بالظبط. هديت النار وغطيت عليها وسبتها حوالي 9 دقايق، بقت معايا بالشكل ده كده، واخده اللون الجولد القمر اللي انت شايفاه ده كده، واستوت معايا والريحه خطيره زي ما انت شايفه كده. طبعا عاوزه تحتفظي بقى بالقرمشه كده والكفر الحلو ده كده يفضل مقرمش، هتطلعيها على مصفى، بلاش مناديل مطبخ. هاجي تاني هكرر نفس اللي انا عملته، اشيل الاجنحه بتاعتي هنزل بيها في الدقيق، هقلبها 15 تقليبه، مش هضغط عليها خالص، انا هقلبها بالشكل ده كده، وهنفضها من اي دقيق زياده عندي، وهنزل بيها في التتبيله، وهرجعها تاني للدقيق، وبرضه هقلبها كده حوالي 15 تقليبه علشان تدينا التعريجات الحلوه اللي انت بتشوفيها. اهم حاجه ما تضغطيش، احنا بنقلب بس كده. وزي ما قلت لك وانت بتقلبي كده عدي 15 تقليبه بالظبط، ونفضي اي دقيق فيها زياده تعمل معاكي التعريجات القمر اللي انت شايفاها دي. هنزل بيها في الزيت اول 3 دقايق على نار عاليه، وبعد كده ههدي النار وهسيبها من 8 ل 9 دقايق. مجرد ما تاخد معايا اللون الجولد القمر ده، هرفعها على مصفى، بلاش مناديل مطبخ عشان تفضل مقرمشه معايا. هعمل بقى كل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. هشيلها من التتبيله، هحطها في الدقيق، هقلبها 15 تقليبه، وهرجع تاني ارجعها للميه بتاعت التتبيله، وهرجعها للدقيق، وبرضه هقلبها كمان 15 تقليبه. وهنزل بيها في الزيت بتاعي اول 3 دقايق على نار عاليه، وبعد كده هدي النار وهسيبها من 8 ل 9 دقايق، وهرفعها على مصفى، بلاش مناديل مطبخ. تفضل عندك مقرمشه بالشكل ده كده، والريحه تحفه والنتيجه جميله جدا. طبعا قدمتها مع رز ريزو، انا عملت معاكم قبل كده الرز الريزو، سهله وبسيطه واحسن بكتير من ما تشتريها من اي حد. من على فكره من اكتر الاوردرات اللي بتنطلب مني الفراخ البروست، مع انها سهله جدا. اكتر الناس لما بتيجي تطلبها مني والله انا بقول لها اعملها في البيت احسن. النتيجه زي ما انت شايفه كده، طبقه مقرمشه، الفراخ مستويه، الطعم تحفه. مستنياكم بقى تجربوها وتكتبوا رايكم في الكومنتات. وقبل اي حاجه ما ننساش نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. واسيبكم دايما في رعايه الله. مستنياكم بقى تجربوها وتكتبوا رايكم.